حلا رمضاني سهل وسريع ولذيذ جدا، بارد كده بعد الفطار. مش قادرة اقول لكم خطير ازاي. تعالوا اقول لكم ازاي نعمله بطريقة ومكونات سهلة جدا وموجودة في كل بيت. اول حاجة لفة قمر الدين قطعتها شرايح صغيرة وحطيتها في مية بتغلي لغاية ما بتبدأ ان هي تدوب. بعد كده هجيب لبن احط عليه نشا وسكر، كل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو، وحطيت عليه رشة فانيليا. قلبت كل الكلام ده على البارد الاول، بعدين رفعتهم على النار لغاية ما بدأ القوام بتاعها يبقى كريمي كده وبدأ يتقل معايا. هبدأ ان انا احطها في كوبايات، واقول لكم على فكرة تقديم خطيرة. هنجيب الكوباية بتاعتنا نحطها في طبق كده زي ما انتم شايفين وبالورب، ونسيبها فترة على الرخامة او في التلاجة لغاية بس ما تتماسك الطبقة الاولانية. بعد كده هنجيب قمر الدين بتاعنا اللي احنا حطيناه على النار، نحط عليه سكر ونشا ونضربه بالهاند بلندر او الخلاط ونرفعه على النار لغايه ما القوام بيبقى كده. وخلي بالكم يا جماعه بيلسع لسعه صعبه جدا، انا اتلسعت لسعه صعبه جدا يعني بجد بجد. خلي بالكم من نفسكم. هنا هيكون الطبقه الاولانيه اللي هي البيضه دي جمدت معايا. هبدا ان انا انزل الطبقه الثانيه بتاعه قمر الدين، ادخلها التلاجة ساعه ساعه ونص بالكتير قوي، وتطلع معايا بالقمر اللي انتوا شايفينه ده. عملنا حلا بارد مهلبية قمر الدين ميكس. عايزة اقول لكم الميكس ده خطير، لازم تجربوه. جربوها وابعتولي. باي.